انت شلون تدرس بالعراق؟ انا كثير من الناس بيسالوني السؤال ده، كيف انت طالب من غير دوله وانت يعني ما عندك الجنسيه العراقيه وقادر تدرس في العراق ومجان كمان؟ طيب خليني افهمك الحاصل شنو. كثير من الدول بتقدم منح للطلاب الدولي، للطلاب من خارج البلد بتاعتها عشان يجوا ويدرسوا فيها. الحاجه دي ما اعتباطا، عندها تبعات وعندها آثار كبيرة جدا وعندها فوائد حاقولها لكم في فيديو منفصل. خليني أجاوب على سؤال كيف أنا قدرت أجي هنا وكيف قدرت أجي العراق وأدرس فيها بكالوريوس طب الأسنان في جامعة كربلاء. طيب الموضوع ما في حبيبي المتابع إنه في منصة اسمها أدرس في العراق بتفتح شهر 5 من كل سنة، بتحليك أنت كطالب دولي أو طالب من خارج دولة العراق تدرس البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بمنح ممولة كاملة أو جزئية أو نفقة خاصة. فزي ما قلت الدول بتقدم منح للطلاب يجوا يدرسوا من خارج بلدها اللي عندها تبعات وأسباب سياسية وأسباب اجتماعية وأسباب اقتصادية وأسباب علمية وأكاديمية، حقدمها لكم أو حقولها لكم في غير فيديو إن شاء الله. فالمهم أنا قدمت عن طريق المنصة وتم قبولي وجيت العراق وحاليا قاعد أدرس. عندكم تساؤل تاني أو أي سؤال يختلف في بالكم اكتبوا لي في الكومنتس وإن شاء الله حارد عليه في أقرب وقت ممكن.